معظمنا عندنا المشهد ده في خيالنا. انت المخرج العبقري واقف في اللوكيشن بتوجه اللي حواليك، ووراك كرو كامل من مصورين ومهندسين صوت ومهندسين اضاءة وديكور بينفذوا رؤيتك بالحرف. بس تفوق على الواقع وتلاقي الوضع مختلف. قاعد لوحدك في اوضتك، ميزانيتك محدودة، والاهم من ده كله انت كحيان يا محمد. انت كحيان يا محمد، وهتفضل طول عمرك كحيان يا محمد. وبتسأل نفسك سؤال: هل ممكن انفذ افكاري حتى لو لوحدي؟ في الفيديو ده انا مش بس هجاوبك، انا هقول لك ليه كونك لوحدك اوقات ممكن تبقى ميزة. ركز معايا عشان هقول لك على 7 نصايح لو طبقتهم صح تقدر تبقى فيلم ميكر مستقل، وهحذرك من فخ قاتل بيقع فيه 90% من اللي لسه بيبدأوا. في الاول اللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد خالد، فيديوجرافر وفيلم ميكر مستقل. التحضير. أول قاعدة لازم تعرفها إنك إياك تثق في ذاكرتك أبدا. لازم تحضر كل حاجة هتحتاجها في يوم التصوير بدقة، ويكون معاك تشيك ليست بكل تفصيلة: عدسات، مايكات، بطاريات، شواحن، وهكذا. ومش بس المعدات، حتى الحاجات العادية زي الإكسسوارات. ممكن مثلا شريط لزق، حاجة بسيطة بس من غيرها ممكن المشهد ما يكملش. لما بتنزل لوكيشن لوحدك اكيد هتحس بتوتر، ولو ما عندكش خطة هتلف حوالين نفسك. عشان كده لازم تعمل حاجتين مهمين. اول حاجة لازم تكون محضر ستوري بورد مفصلة لكل مشهد هتصوره، حتى لو رسمك مش حلو، عصاية ودايرة كفاية. بس المهم ان تخيلك للمشهد ما يبقاش في دماغك انت بس، وده بيحميك انك تنسى مشاهد ضرورية بتكون محتاجها. وصدقني ده بيحصل كتير لو مش محضر نفسك كويس. تاني حاجة لازم تعمل بروفات كتير قبل يوم التصوير، ولو في امكانية انك تروح مكان التصوير قبلها تجرب الزوايا والإضاءة وتشوف إعدادات الكاميرا المناسبة. يوم التصوير مش يوم تجارب. أكبر فخ ممكن تقع فيه إنك تاخد كل المعدات اللي عندك، كل الاستندات والإضاءات والعدسات. العدة التقيلة ممكن تبقى أكبر عائق ليك لو أنت لوحدك. أنت محتاج بس كاميرتك، عدسة أو 2 بالكتير، مايك، وحاول تعتمد على الإضاءة الطبيعية. ولو هتضطر تستخدم إضاءة يبقى إضاءة واحدة كفاية أو ريفلكتور. انك تكون صانع افلام مستقل مش معناه انك تكون منعزل خالص. وجود حتى لو شخص واحد معاك بيغير المعادله. الشخص ده مش لازم يكون بيفهم في التصوير اصلا، حد يمسك لك عاكس، يراقب الصوت، يساعدك في شيل المعدات. والاهم من كل ده وجود حد بتشارك معاه التجربه. ده بيخلي التجربه فيها روح وممتعه، مش مجرد شغل. تعرف انك وانت بتصور لوحدك انك ممكن تستغل ده لصالحك، انك تقدر تصور في اماكن صعب كرو كبير يبقى موجود فيها الا بتصاريح، او انك بتكون خفيف لدرجة انك تقدر تستغل اي لحظة عفوية بتحصل في اللوكيشن، زي مشهد لسرب طيور معدي تقدر بسرعة تطلع كاميرتك وتلقط. لو معاك كرو كبير الموضوع بيبقى داخل فيه تفاصيل معقدة اكبر. كل اللي فات ده ملوش لازمه لو انت لسه بتتعلم الاساسيات. لو لسه بتتلخبط وانت بتظبط الايزو والشاتر سبيد يبقى لسه محتاج تتعلم. الكاميرا لازم تبقى امتداد لايدك، وودنك تميز الصوت الوحش فورا. اتمرن كتير لوحدك وصور حاجات كتير عشوائيه لحد ما الكاميرا تبقى جزء من ايدك، والاضاءه تعرف تشكلها وترسم بيها اي مشهد تتخيله. اتقانك لادواتك هو اكبر عامل بيخليك واثق في نفسك. رجعت بيتك مرهق من التصوير؟ هنا بتبدأ المتعة. المونتاج اللي بيخليك تحس ان فكرتك بتتجمع زي قطع البازل قدامك. وهنا المرحلة اللي بتظهر فيها الكوارث. حاجة ظهرت في كادر ما كانتش المفروض تظهر، مشهد اوت اوف فوكس، مشهد الصوت فيه ما كانش مظبوط. ودي اصعب حاجة، لان المشاهد ممكن يسامحك في اي حاجة الا التجربة السمعية. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ممكن تحلها بانك تعيد تسجيل صوت المشهد ده من الاول. وفي النهاية تعال ندردش سوا. طالما وصلت للنقطة دي يبقى أكيد مهتم وعندك حاجة عايز تحكيها. هتيجي عليك لحظات هتحس انك مستنزف وبتمنتج وانت مش قادر تكمل. بس هنا انا عايزك تفتكر انت بدأت ليه. انت شخص بيحاول يحكي قصته. ابدأ باللي معاك في المكان اللي انت فيه، جرب واغلط واستمتع، لان في الاخر دي قصتك انت ومحدش هيحكيها غيرك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لنا كومنت لو عجبك الفيديو، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. سلام.